السلام عليكم البنات، الله تكونوا كامل لاباس، صحتكم لاباس. مرحبا بكم في قناتي. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. الوصفه تاع اليوم راح تكون ميني بيتزا بعجينه قطنيه وخفيفه ما شاء الله مع صلصه بزاف بنينه. تابعوا معايا لا فيديو باش تشوفوا مكونات الوصفه هذه. اول حاجه عندي ربع كاس تاع الزيت، عندي 2 كيسان تاع الماء يكون دافي، عندي ملعقه صغيره تاع السكر والملح عينك ميزانك، عندي ملعقه كبيره تاع الخميره، وعندي ملعقتين كبار تاع اللحظه. كما راكم تشوفوا هنا جبت لا ريسيبيون تاعي، درت فيها 2 كيسان تاع الماء كما راكم تشوفوا، زدت لها ربع كاس تاع الزيت وملعقتين تاع اللحظه، نزيدو السكر والملح، وعندي ملعقه كبيره تاع خميره الخبز كما راكم تشوفوا. نخلطوا بالفوي مليح. كي جا نسولي المكونات مع بعضهم نبدا نضيف في الفرينه بشويه كما راكم تشوفوا. لهنا راني خلط فيها بالفوي مليح مليح، ومن الافضل تكون الفرينه يعني مدخوله باش ما تقعد لكمش كرابع في العجينه تاعكم. كما راكم تشوفوا راني نضيف في الفرينه ونكمل نخلط. من بعد لهنا نجي نلمها بيدي كما راكم تشوفوا، نزيدوا الفرينه ونلموا العجينه تاعنا حتى نتحصلوا على العجينه تكون طريه كما راكم تشوفوا. لهنا راني نلم فيها مليح. لهنا بعد ما لميت العجينه تاعي نجي ندلكها حوالي 10 دقائق كما راكم تشوفوا، يعني يدلكوها مليح مليح. لهنا راهي حسيتها باللي مزالة تتلاصق لي يعني شويه، زدت لها كميه من الفرينه، زدت لها غير شويه يعني ماشي حاجه. كما راكم تشوفوا العجينه تاعكم تكون طريه يعني ما تكونش تتلاصق في اليد بزاف كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما تحصلت العجينه طريه نخليوها تخمر. لهنا بعد ما خمرت لي راح لي المقطع، لهنا بعد ما خمرت لي العجينه تاعي وهكذاك ومازال تتلاصق كما راكم تشوفوا. بعد ما خمرت ولات تتلاصق اكثر، زدت لها ثاني كميه تاع فرينه غير قليله كما راكم تشوفوا. قسمتها الى نصفين بهذه الطريقه. دلكت النصف الاول وبديت نحلل به في الحلاله كما راكم تشوفوا. ندير الفرينه في البلان دو طرافاي تاعنا ونبداو نحلوا العجينه تاعنا كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل. هنا عندي هذا لي مول اللي راح نطبع بهم الميني بيتزا تاعي، تقدروا تستعملوا اي مول كما راكم تشوفوا. نضغطوا برك، ما تحركوش المول، كي تحركوا المول العجينه تاعكم هي راح تتقلص، تما غير اضغطوا هذا مكان اي راح تتشكل معكم تما وتتقطع مليح. لهنا العجينه الاخرى كورتها وخليتها، ونجي نحط جبت السنيوه تاعي حضرت فيها كميه من الفرينه ماشي بزاف، وحطيت الميني بيتزا تاعي عفوا في البلاطو كيما راكم تشوفوا. البلاطو تاعي كنت شعلته من قبل يعني باش يسخن لي مليح. لهنا بعد ما كملت كامل الكميه، لهنا عندي صلصه طماطم كيما راكم تشوفوا، كنت حضرتها معكم يعني في فيديو سابق. عندي كميه من الفلفل الالوان، عندي لهنا كميه من الثوم والزيتون الاسود، وعندي كميه من الجبن المبشور كيما راكم تشوفوا. لهنا العجينه تاعي مانيش راح نثقبها يعني خليوها كيما راهي باش تتنفخ معنا وتجينا ما شاء الله. اول حاجه نحط لاصوص تاعي. لهنا انا لاصوص تاعي درت فيها حبه تاع بصله كبيره و3 حبات كبار تاع طماطم، لازم تكون طماطم كثر من البصله. عندك شويه زعتره، شويه كزبر، فلفل اسود، عندك شويه فلفل احمر، والثوم بطبيعه الحال، الزيت ومغرفه تاع زبده، وخليوهم يتقليو لكم مليح مليح. وعندك شويه دبشه ثاني، خليوهم يتقلاو مليح مليح. كي تتقلى مليح ميكسيها بالبراميكسور ولا ارحيها في الاشوار، تجيكم واحد لاصوص ما شاء الله بزاف بنينه كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما حطيت لاصوص تاعي زدت لها كميه تاع الجبن من فوقه، وعندي لهنا كميه تاع فلفل الوان للتزيين فقط. ديما نقولها لكم تزيين يعني يكون اختياري، تقدروا ديروا فوقها غير حبه زيتون وتجيكم ما شاء الله كما راكم تشوفوا. نكمل نزين كامل حبة بنفس الطريقة، يعني قلت لكم وصفة بزاف هايلة تجي خفيفة الله يبارك. نكمل نزينهم كامل. هنا راح نزيد لهم ثاني كمية تاع الطون كما راكم تشوفوا.
ونروح طيب لنا في الفرن. هاي اللي كلها هنا الميني بيتزا تاعي بعد ما طابت لي في الفرن، يعني الفرماج تاعي ذاب الله يبارك ومن تحت تحمرت لي ما شاء الله. نروح نشوفوها في صحن التقديم. هاي ليك ميني بيتزا تاعنا تاع نهار وصفة اليوم، وصفة هايلة. بعجينة قطنية وتجي خفيفة الله يبارك، ومع صلصة بزاف بنينة. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم، وان شاء الله تجربوها، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.